عندي سؤال محيرني بقالي فترة. دلوقتي السوشيال ميديا بقت حاجة مهمة قوي في حياتنا وتقريبا ما نقدرش نستغنى عنها، وفي نفس الوقت هي فن، بس كل الناس بتقول لنا ان هي مضرة؟ اوكي، او توكسيك. فنفسي اعرف رأيك في الموضوع ده. يعني انا بحس انه السوشيال ميديا علميا يعني هي فعلا بتأثر علينا بشكل سلبي، فاحنا لو احنا عايزين افويد فعلا، حاسه ان احنا نبقى الناس كلها بتلبس مثلا لبس مودرن واحنا لسه بالجلابيه ورا خالص، ما بنستخدمش السوشيال ميديا وقاعدين كده. الجلابية زي الفل. ايه التيك توك كده يا ابني؟ طيب اوكي، اللي احنا بنعمله ده غالبا بيتصور وهيتحط على سوشيال ميديا بلاتفورمز، على فيسبوك، على انستجرام، على حاجات مختلفة، صح كده؟ مبدئيا فالسوشيال ميديا دي مش حاجة سيئة، هي حاجة كويسة لأنها بتوصل حاجات. في ناس بتستخدمها في حاجات كويسة. احنا في الخدمة بنستخدم السوشيال ميديا كتير، وخدمات كتير بتستخدم السوشيال ميديا. كنيسة بتستخدم السوشيال ميديا، ففي ليها بنفيتس ومزايا معينة. كويس. إحصائية بتقول طلعت سنة 2022 بعد كوفيد. اوكي، فدي حاجة حديثة شوية. قوي. 81% من الكونتنت او من المحتوى اللي بيتحط على السوشيال ميديا بلاتفورمز، ومش هقول اسماء البلاتفورمز، از يا اما فيك، يا اما مش حقيقي، مصطنع، او هدفه انه انا بما معناه يعني ببيع نفسي. ايوه. بمعنى اوكي، يعني ايه ببيع نفسي؟ يعني انا بقيت سلعة، فانا بصور نفسي في حتة معينة علشان الناس تجيب لي لايكس، او ان انا بخترق اللحظة اهم من اللحظة نفسها انها تتعاش. انا بختلقها مجرد ان اخد الصورة علشان اللي تجيب لي لايك وتحط لي كومنت فده فيك. فانا ببيع نفسي، انا بقيت زي برودكت او منتج، بحاول اشوف هبيع نفسي ازاي للناس. في حاجات منها حقيقية طبعا، وفي حاجات بنستخدمها كويس قوي definitely، لكن في جزء كبير من غير بقى نخش في الضمير ونحكم على حد، انت قادر انك تعرف القصه دي حقيقه ولا لا. ده الستاتس اللي موجود. انا لما بحط صوره او لما بحط فيديو او بشارك حاجه عشان الناس تشوفها، انا بحطها عشان ايه؟ ومنك انت بقى، انا مش هجاوب على السؤال ده. فانت اللي بتحطها عشان هدف عادي، اوكي، واي نوت. انا عندي اصحاب كتير قوي بره، مثلا في مصر، في بلاد مختلفه، حاجات في الخدمه بنحب لما نطلع في فاستيفال كبير الناس تشوف اللي بيتعمل، خدمتنا او خدمات تانية كتير، حاجه حلوه قوي. فانا بشارك صور لخدمه معينه حصلت، واشوف يا جماعه في 10,000 واحد كانوا موجودين، وفي مش عارف ايه. من كام يوم واحنا بنصور هنا تشارلي كيرك مات. فده خبر مالي السوشيال ميديا عشان ده حدث مهم جدا حصل. ففي حاجات مش كلها فيك او هدفها ان انا بحاول ابيع حاجه، لكن المهم ان انا ما اكونش ببيع نفسي. فانا مش سلعه مين اللي هيلايكت اكتر. وهو ده فكره الفيسبوك مثلا او الانستجرام او بلاتفورمز معينه، ان انا عايز اجمع عدد لايكس معين. فانا لما بحط صوره بالهدف ده، لو هدف فعلا مش يعني كويس عشان ابيع نفسي، عشان انا غالبا عندي احساس بصغر النفس اتركب جوايا من وانا صغير. اتكلمنا في القصه دي قبل كده، انه غالبا معظمنا من وهو صغير مر باحداث معينه في البيت، حس بصغر نفس بسبب انه انا طول الوقت بتقارن بحد تاني. انا مش اشطر زي فلان، انا مش احسن زي فلان. في الكنيسه، حتى جوه الكنيسه او في الخدمه، انا ما بتسمعش زي فلان. بالعكس، يعني الناس بتتريق على اللي انا قلته، على رايي، على طريقه لبسي، شكلي بالنسبه للبنات، شكلي مش حلو زي شكلها. لما دي بتيجي في الخروجه الفلانيه الناس كلها بتتجمع حواليها وانا لا. فانا طول الوقت محطوط في حته انا بتقارن، فبحس ان انا اقل. فبعمل ايه؟ بحاول ازود ان انا اعلى، فبدي نفسي اللي بنسميه قيمه مضافه عشان ابيع نفسي، عشان الناس تديني لايكس. وبعد اقارن بقى، انا خدت 200 لايك على اخر بوست حطيته، وفي ماري اخذت 2000، يبقى الناس بتحب ماري اكتر مني. فانا السوشيال ميديا رايي فيها انها فيري جود تول. مش لازم نلبس الجلابيه، مع ان الجلابيه حلوه قوي قوي، بس انا لازم احافظ على ان انا مش سلعه. انا مش ببيع نفسي وانا في الساحل وبتصور وعشان العربيه الجديده انا خدتها. فالناس دي كلها انا بحطها ليه؟ ايه جميله جدا في سفر الامثال اصحاح 27 وعدد 2، ليمدحك الغريب لا فمك. فانت ما تحاولش يعني انك تمدح انت نفسك وتبيع نفسك، لانه احنا فاهمين في المفهوم المسيحي انه قيمتي 100% في المسيح، مش في الناس. فانا مش محتاج احط
عشان ابيع، انا مش سلعه. ايه تانية مثلا مهمه جدا في غلاطيا 6 عدد 11 ل 14، انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي. بولس بيقول مهمه قوي الايه، جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم ان تختتنوا لئلا هم يضطهدوا لاجل صليب المسيح فقط، لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون ان انتوا تختتنوا لكي يفتخروا في جسدكم. فاهمين الفكره دي؟ مش فاهمين صعبين قوي، صعبه خالص. هو بيقول ايه؟ في ناس يا جماعه، هو بيقول يا جماعه دي احرف غالبا هو كتبها بالكبير، يعني يا جماعه دي حاجه مهمه خالص، اللي انا هقوله ده مهم قوي 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 قوي. بيقول ايه؟ في ناس زي ما بقول هنا يلزمونكم، بيجبروكم ان انتوا تختتنوا عشان هم يفتخروا باختتانكم. ففي ناس بتجبرني ان اعمل حاجه عشان هم باللغه بتاعتكم ياخدوا اللقطه، مش عشان انا محتاج اعمل الحاجه دي. ما تخليش حد يكنترولك، ما تخليش السوشيال ميديا هي اللي تحركك، عشان ده المجتمع فلازم ابقى زي المجتمع، لازم اقارن نفسي دايما زي ما المجتمع بيقارني، لازم اشوف نفسي زي ما الناس شايفاني، لازم اسمع نفسي اللي الناس عايزه تقوله لي، فبعمل لهم اللي هم عايزينه، فببيع نفسي. السوشيال ميديا بقت بلاتفورمز عشان اقول يا جماعه انا موجود، انا حلو، مع ان ممكن حاجات انت مش محتاج تعمل كده خالص. ففي حاجات منها كونتنت كويس، وفي حاجات منها لو انت عارف ان انت بتعملها علشان الهدف ده، اعتقد انها يعني توكسيك. صح كده ولا ايه؟ صح. هي بس عايز تقولي حاجة؟ ابيع نفسي دي كلمه كبيره قوي، يعني بحاول افكر انا بعت نفسي كام مره، حاسه ان انا مش مستوعبه السؤال، مش عارفه، حاسه بالنسبه لي الموضوع ابسط من كده شويه. اشرحي لي اكتر، يعني ليه حاسه ابسط؟ يعني لا، حاسه ان انا مثلا ببوست عادي حاجات على السوشيال ميديا واكتف عادي، وحاسه ان انا ممكن انفلونس بطريقه مختلفه. ذاتس اوكي، مفيش حاجه غلط في القصه دي. الغلط اللي بشوفه انه انا بحاول الاقي قيمتي في عدد لايكس او كومنتس او حاجه اهم من اللحظه نفسها، عشان انا كاني بختلق اللحظه مجرد ان اخد لها الصوره بتاعتها، مش عشان استمتع باللحظه نفسها. يعني تعالوا يا جماعه نخرج علشان هنتصور الصوره دي انا في مخي عشان اطلع في الصوره دي مع فلان الفلاني اللي الناس عارفاه قوي، فاطلع انا بان مع الناس دي. انتوا عارفين حتى بولس، يعني دلوقتي انا افتكرت مثلا بولس كان بيقول يا جماعه I think in Corinthians، بولس بيقول من يميزك ولماذا تفتخر كأنك لم تأخذ، إن كنت قد أخذت شيئا فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. فهنا بيتكلم إنه يا جماعة ما فيش المقارنة دي. هو مين اللي بيميزك؟ ومين قالك إن الحاجة اللي عندك دي هي بتاعتك؟ ده اللي مديها لك. فما حدش بيميزك، ما فيش يعني ميلودي مشهورة فأنا هعمل إيه؟ هتصور مع ميلودي عشان أطلع في الصورة وأقول أنا اتصورت مع ميلودي، مش عشان الصورة حلوة، لا عشان أخدها وأحطها فالناس أوه واو شادي طلع مع ميلودي. أنا مش ببيع نفسي، أنا مش سلعة. فكرة، وعايز اختم الحته دي، فكره ان انا لازم اتقارن بحد، انا لازم ابقى قد المستوى. وسمعت من زمان يا ريتك كنت طلعت زي فلان، او انت ما طلعتش ليه زي فلان. انا مش عايز اطلع زي فلان، انا مش مفروض اطلع زي فلان، انا مش مفروض اطلع شبه حد انا مفروض اطلع النسخه اللي ربنا خلاني اكون عليها. ففكره السوشيال ميديا اعمل اللي انت عايزه، حط وشارك، ودي حاجه حلوه يعني، بالعكس احنا بنشجع انه جو اهيد يوز ذا سوشيال ميديا، اتس ا تول فيري دلوقتي في التكنولوجي ماشي، بس لو انا بستخدمها عشان مره ثانيه استخدم نفس التعبير ان ببيع نفسي، انا سلعه بسلف برودكت، يعني برودكت كده بحاول اسيلف بروموت وماركت ماي سيلف عشان الناس تديني القيمه دي، اعتقد ان ده يعني حاجه مش مظبوطه. صح كده؟ متفقين؟ ما تخانقوش معايا جامد في الحته دي. ايوه، لا بجد الدنيا وضحت قوي، وكان دايما عندي الحيره دي، فمبسوطه قوي ان انت قلتها بشكل يعني فهمت فعلا امتى بتبقى توكسيك وامتى يعني البالانس ده اعمله ازاي. البس جلابيه والبس موضه بالظبط، الجلابيه ما فيهاش اي مشاكل على فكره. بولس يا جماعه حتى في الايات اللي انا كنت بقراها دي في اخر الايه خالص بيقول فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني لو افتخر بحاجه المسيح. صح. صح. شكرا يا شادي. شادي. شكرا قوي يا شادي.